هلا ومرحبا بكم بالعتق يهل علينا شهرنا الكريم رمضان، ورمضانكم كريم ومبارك يا رب. بالعتق يهل علينا شهر كريم وبالرضا والقناعة وراحة البال وحب العلم. اليوم معنا في رمضاننا من فرنسا وأجواء رمضان في الأسواق الفرنسية والأجواء الرمضانية، وكذلك كل المنتجات التي موجودة في السوق. ناخدكم معي طبعا في جولة من أجواء رمضان على أصوله، من تمور، من لوزيات، من تمور جودة، من يعني خبز يعني بكافة أشكاله وبكافة أنواعه. هذه كلها مستحضرات رمضان، منتجات رمضان بيوفرها السوق الفرنسي للجالية المسلمة في الأسواق الفرنسية. ومش هيك بس، مع الزينة، زينة رمضان، فانوس رمضان، وكاتبين كلمة جويو رمضان يعني رمضان كريم. هذا طبعا العسل أنا بستخدمه، هذه مياه ورد ومياه زهر وليمون، كله يعني ما تحتاج تلقاه في الأسواق الفرنسية. صراحة نحن ما بنحتاج حاجات يعني نستوردها من البلد. هذه يعني حلويات. لو أنت مستعجل تكون يعني في عجلة من أمرك، تقدر تاخذ حلويات من هون. صراحة أنا خديت منها المرة الماضية، يعني كانت جودتها تحفة، جودة يعني صراحة يعني حلوة، يعني صراحة تاخذ منها وانت مستمتع. هوني الجلاش اللي بسموه، أنا بسميه في ليبيا بسموه بوريك. هذا عسل بس يعني بتستخدموه على الحلويات وعلى البسبوسة وعلى الأشياء هذه. هوني اللوزيات طبعا كيف ما شايفين، في لوز مرحي، في كاكاوية، في كل يعني ما تحتاجه. كيف ما شايفين انتم هذه قسم اللوزيات، طبعا فستق، لوز، هذا لوز مرحي. فهون يعني تلقى كل حاجتك، كل يعني اللوز والفستق يعني وهذا تين مجفف كيف ما شايفين. والسعر كمان يعني مو كتير، هون €2 و99 سنتين على ما اعتقد. وحبيت افرجيكم اللوز العادي هون ب6€، وهون ب3€ 99 سنتين، يعني €4. صراحة أجواء رمضان بتفوح يعني وبتبان يعني على المكان من خلال المواد المعروضة، من خلال الزينة. وهون ما مخلين شيء إلا ما عاملينه. وهون قسم اللحوم كيف ما شايفين والعصائر، وكذلك شرائح اللحم بكل أنواعه. فهون رمضان صراحة يعني عاطينه حقه. هون يعني إذا كنت حابب تعمل يعني برجر أو أي شيء يعني مثل هيك، هون قسم اللحوم. صراحة أنا المرة الماضية هذا أخذت منه، وفر علي كتير جهد وكتير تعب. يعني وعلاوة على ذلك أنه حتى الطعمة صراحة ممتازة. ف طبعا هذا قسم يعني كل شيء هون معروض حلال، لأن عارفين قسم رمضان، وبما أن رمضان يعني احنا يعني أكيد 100% حلال، فمو مخليين شيء. هذا عسل، أنا هذا اللي حتشوفوه هذا أخذت منه، هذا بنعمله على البقلاوة، بنعمله على البسبوسة، مثل الأشياء هذه. فصراحة إنه رمضان عاطينا حقه، مو بس الموسم هذا، كل المواسم، حتى المواسم الماضية نلقوا زينة رمضان، الهلال، الفانوس، وكاتبين جويو رمضان يعني رمضان كريم أو رمضان سعيد. فصراحة أنا يعني حتى لو تكلمت يعني لما بتكون عايش الواقع، صراحة بتلقى هناك أشياء ملموسة، أشياء جميلة. شوفوا كاتبين رمضان جويو رمضان. ف خليكم تشوفوا الفيديو براحتكم، وشوفوا يعني بعد شوية حتشوفوا الديكوراسيون أو زينة رمضان. أنا هوني صورت، هوني مكتوب جويو رمضان، كل الكتابة جويو رمضان شايفين. وهذا فانوس رمضان، وهنيكي فانوس رمضان، وهذا فانوس رمضان. وهوني الأشياء بتبضعوا كل المسلمين. صراحة أجواء حلوة ورمضانية رائعة معانا بفرنسا، وهذا السوق الفرنسي، وهذه الأجواء الرمضانية بالأسواق الفرنسية. طبعا كيف ما شايفين تزامن مع رمضان عندهم عيد لوبوك
وهو يعني بيدعو البيضة والأرنب والأشياء زي هو مثل هيك. هذا أنا حبيت نصوره شوية، وطبعا أنا من السوق يعني ما كملتش يعني صراحة التصوير، فمشيت على طول كيف ما شايفين إلى المستشفى. هذا المستشفى قسم الطوارئ، فكيف ما شايفين هذا الطوارئ ابني وقع على إيده ويتألم كثير. ويلا نشوفكم فيديو تاني.